تعالوا اخدكم في جوله، والنهارده اول يوم ليا في عمان هنا في الاردن. تعالوا بقى نستكشفها مع بعض ونعرف ايه اصلا اللي جابني الاردن. واكتر حاجه لان الفيزا بتاعتها سهله جدا، هي بدون فيزا اصلا للمصريين، وتقدر تحجز اول تذكره طيران وتيجي على طول على عمان. اما بالنسبه لطيران فليها طيران اسعاره حلوه جدا ورخيصه، وخصوصا لسه انا عن نفسي جاي على طيران العربيه من مطار برج العرب من اسكندريه، وده خط جديد مفتوح على عمان، والاسعار بتاعته حلوه ومناسبه جدا، وهتوفر لك عن ان انت تسافر من القاهره. اول ما وصلت بقى هتروح طبعا صرافه زي الصرافه اللي ورايا دي وتغير العمله بتاعتهم بكام؟ الواحد دينار بيساوي 71 جنيه مصري. فطبعا العمله بتاعتهم غاليه ولكن ليها قيمه، واهم حاجه ان عندهم جوده الاشياء حلوه جدا. تعالوا بقى ناخد جوله، زي ما انتم شايفين دي شوارع عمان الجميله. الست عندهم بصراحه حديثه كده، وده حاجه لفتت نظري، وعربيات تويوتا كامري يعني ما تلاقيش عربيات قديمه هنا بصراحه. وتعالوا ناخد جوله ونتفرج عليها سوا مع بعض. واحد من اشهر المعالم اللي لازم نيجي نزورها هنا في عمان ووصلت ليها دلوقتي هو المسرح الروماني. واجمل حاجه الاجواء بتاعته بقى حلوه قوي، تحس انت كده رجعت بآلة الزمن. ودي الساحه اللي الناس كلها بتقعد فيها بقى وقت الغروب. ما ينفعش تيجي عمان في الاردن وما تجربش كنافه حبيبه، الكنافه النابلسيه الاصليه. الناس اللي اصولهم فلسطينيين اللي جم بعد النكبه فتحوا هنا واحد من اشهر المحلات اللي بيعملوا الكنافه الاصليه الفلسطينيه والجبنه النابلسي الاصلي اللي جايه من مدينه نابلس. يعتبر هو افضل واحد يعني والاشهر في الاردن. شايفين بقى عنده يعني شكلها مغري ازاي بيعملها بالجبنه النابلسي. يعني ودي كمان الاسعار بتاعتها عشان تبقوا عارفين. احلى واحد يا باشا، نورنا حبيبي، اجدع ناس. بس بقى وتجيب الكنافه، طبعا مفيش مكان تقعد فيه، فانت عليك انت تجيب الكنافه وتقعد هنا كده تدوق اجمل كنافه هتجربها في حياتك. فبس خلي بالك القطعه بتاعتهم كبيره، يعني ممكن تكفي شخصين ثلاثه انت بقى وقدرتك. وتعالوا دلوقتي ندوق ونشوف الكنافه الناعمه احلى ولا الكنافه الخشنه بتاعت حبيبه. واول حاجه هنبدا بالكنافه الخشنه، زي ما انتم شايفين بقى ايه، الكنافه النابلسيه بالجبنه. فتعالوا ندوق. طعمها حلو قوي بس الجبنه كتير. تعالوا نجرب الكنافه الناعمه بقى طعمها عامله ازاي، وهي احلى ولا الكنافه الخشنه. دي الكنافه الناعمه. بالنسبه لي الكنافه الناعمه حاسس ان هي قلب على بسبوسه بصراحه، فبالنسبه لي الكنافه دي احلى من الكنافه الخشنه. واجمل حاجه بعد الاكله بقى تتمشى وتهضم في شوارع عمان الجميله. ومن اكتر الحاجات اللي لفتت نظري هو الملابس بتاعتهم التراديشنال اللي بتتباع في المحلات، واللي معروفه باشكالها والنقوشات بتاعتها المميزه جدا. واللي عرفت ان في كل مدينه في الاردن بيكون ليها لبس وشكل نقشه معينه عن المدينه الثانيه، ودي اللي بتميزهم عن بعض. يعني ممكن يكون كل مكان من دول بتاع مدينة خاصة في الأردن، والرسومات والنقوشات دي بتختلف بين مدينة والتانية، ولكن الحقيقة شكلها حلو جدا. وصلت لواحد من أشهر وأكبر المساجد الموجودة هنا في عمان، وهو المسجد الحسيني اللي هو اتبنى على أنقاض مسجد أموي كان موجود هنا من مئات السنوات. فتعالوا ندخل بقى ونصلي ركعتين في واحد من أشهر المساجد الموجودة في عمان. طبعا لو جينا نبص على الحدود بتاعه الاردن هتلاقي حواليها هي فلسطين وسوريا والسعوديه. ووقت النكبه هاجر كتير من الفلسطينيين هنا واستقروا في الاردن. 60% من الاردنيين هم ذو اصول فلسطينيه ومهجرين من فلسطين. اللي اخدت بالي منه هنا طول ما انا مشيت في الاردن، كل اللي انا حاسه هي ميكس بين الاجواء
الفلسطينية، ثقافتهم بكل حاجة، وأجواء دمشق والشام وسوريا. فأنت كده مزيج رائع، لأن دول من أكتر دولتين أنا نفسي أزورهم في حياتي، هم فلسطين وسوريا والاجواء الدمشقيه. حقيقي انت لما تيجي هنا هتحس ان انت جامع بين كل حاجه في مكان واحد.